تشخيص النسور الشرجي ده لازم منظار ولا أشعة معينة ولا كشف سريري؟ هو حقيقة ممكن نستخدم كل حاجة مع بعض حسب وضع الناسور. بنبدأ طبعا أي حاجة لازم بنبدأ بالكشف السريري، لازم كشف في الأول. الناسور بيبقى واضح، هو زي خرم أو فتحة جنب فتحة الشرج في الجلد، وبناء على مكانه بقى هو قريب أو بعيد أو كده بنقدر نطلب الأشعات اللي وراها. لو لقينا إن الناسور ده بعد الكشف ممكن يكون ناسور عالي أو ناسور متشعب، بنعمل أشعة رنين مغناطيسي على الناسور والحوض، بنشوف علاقة الناسور بعضلات الشرج والحوض واتجاه الناسور وفي حاجة مصاحبة ليه والتشعب بتاعه، بتوضح لنا كل حاجه. حالات ابسط ممكن ان احنا بنعمل تصوير بالاشعه السينيه العاديه مع حقن ماده التباين بتوضح الناسور واتجاهه ورايح لانه جزء في المستقيم في الامعاء بتوضح لنا. وممكن بنعمل اشعه تلفزيونيه داخليه جوه الشرج بتوضح الناسور برضو والعضلات وحاله العضلات بتاعه قناه الشرج والمستقيم ايه. وممكن اثناء العمليه ان احنا بنستخدم منظار شرجي بنشوف بيه الفتحه الداخليه للناسور، وبنقدر نحقن ماده يعني ملونه او حاجه بتبين لنا الناسور اتجاهه فين الفتحه الداخليه، بنحقنها في الفتحه الخارجيه اللي عند الجلد مع استخدام المنظار الشرجي بيوضح لنا الفتحه الداخليه فبنشوف مسار الناسور.